بيبدأ فيلمنا بشخص ماسك بندقية وبيبقى واقف وسط مستنقع، وبتكون عينيه ثابتة قدامه لأنه ما ينفعش يتهز، وده علشان عدوه مش شخص بسيط، دي ساحرة بتلعب بقلوب الناس لحد ما تاكلها. وبعدها الشخص ده بيدعي ربنا يثبته قدامها علشان يقدر يقتلها، لكنها بتلعب بيه وبتطلع مركب صغير قدامه، وبيبقى المركب ده واضح إنه غالي عليه جدا، وبمجرد ما بتقربوا منه بيفتكر ذكرياته معاه وبيحاول يفوق نفسه ويهرب من تأثيرها عليه، بس هي بتستغل كل لحظة وبتهجم عليه قبل الرصاصة اللي ضربها ما تيجي فيها، وبدل ما يخلص من شرها بقى ضحية ليها، وهي اللي تغذت على قلبه وبقت أقوى من الأول. وبعد 5 سنين بنشوف شاب ماشي لوحده وسط الزرع، وبيكون الشاب ده اسمه جوناثان، وبتلفت نظره شجرة كبيرة، ولما بيقرب منها بيحس بحركة حواليه، وبيفضل ينادي علشان يعرف مين قريب منه، لكن محدش بيرد عليه، لكنه بيفتكر إن ده صوت الرياح وبينام على الأرض. بس بمجرد ما بيقفل عينيه الهمس بيملى المكان، وبيبقى همس بصوت واطي، وبيفضل الهمس ده ينادي عليه. وفي نفس الوقت جوناثان بدأت تهاجمه أحلام غريبة، وبيشوف نفسه فيها بيلعب مع توماس ابن أخوه ولوسي مامته، وبيكونوا مبسوطين جدا كأنهم عيلة واحدة. فجأة أخوه ويليام بيدخل ومعاه فاس الحطب، وبيقول له إنه فاشل وبيقتله، فبيفوق وهو خايف وبيرجع البيت، بس بتكون في عينين بتراقبه ومستنية اللحظة المناسبة اللي هتستغله فيها. ولما بيوصل جوناثان البيت بيبقى الوقت اتأخر جدا، وبيحاول يكسر الحطب بسرعة علشان يشغل الدفاية بيه، وأخوه لما بيشوفه بيقول له إنه ما ينفعش يفضل سرحان طول اليوم، والحاجة الوحيدة المطلوبة منه ما يعملهاش، ولأنه عارف إنه بطيء ولو سابه يكمل مش هيكون في كمية حطب مناسبة، بياخد الفاس منه، وبيقول له إنه هيكمل هو، وبيطلب منه يساعد لوسي في تحضير العشاء، وبيديله جوناثان الفاس بصعوبة، وبيكون متضايق جدا من كلامه، بس بياخد الخشب اللي قطعه وبيدخل البيت، وبيلاقي لوسي بتحضر الأكل وتوماس بيلعب، فهو بيلعب معاه. ولما والدته بتزعق له علشان بيدخل ألعابه المطبخ بيهزر معاه علشان ما يزعلش منها، وبيخليه يطلع وهو مبسوط، وبيساعدها في تحضير الأكل. وبعد العشاء بيسن الفاس بتاعه، وبعد كل البيت بينام بياخده وبيدخل أوضة ويليام، وبيفضل واقف يبص عليه بغضب، وبيبص على لوسي وبيخرج. وتاني يوم الصبح ويليام بيبقى واقف بيتدرب على التصويب، بس ما بيعرفش يضرب ولا رصاصة مظبوطة، فبيقول إن المشكلة في المسدس نفسه. ولما جوناثان بيضحك عليه بيتعصب، وبيقول له إنه مش أشطر منه ولا حاجة، وبيقول له إنه حتى بيقطع الخشب بالعافية، فبيقول له جوناثان إنه ما بيخليهوش يحاول أصلا علشان يعرف هو هينجح ولا لأ. فبيقول له ويليام إن لو كان راجل كان أخد اللي هو عايزه، وبتقاطعهم لوسي وبتنادي على ويليام علشان يصلح لها الفرن، فبيسيب المسدس وبيدخل، وبياخده جوناثان وبيصوب صح من أول مرة. وبعدها ويليام بيطلع يشوف هو بيعمل إيه، فجوناثان بيضحك وبيقول له إن المسدس مش بايظ ولا حاجة، فبيتعصب ويليام وبيقول له يسيب المسدس ويختفي من قدامه دلوقتي، وبيقول له ما يخليهوش يشوفه لوقت العشاء لو مش عايز يطرد من البيت. فبيسيبه جوناثان وبيمشي، وبتكون لوسي متضايقة من خناقتهم مع بعض، وبيفضل جوناثان ماشي لوحده لحد ما بيسمع صوت الهمس من تاني بينادي عليه. المرة دي مش همس بس، العينين اللي بتراقبه بتظهر له وبتقول له يروح لها، ولما شافها مشي وراها بسبب فضوله، وهي فضلت تبعد اكتر وهو وراها لحد ما وصل الكوخ بتاعها، وكان باين عليه انه بيت ساحره ومليان شر، وهي كانت عارفه هو عايز ايه، بس استدرجته وسالته هو بيتمنى ايه، فقال لها انه بيحب واحده عمرها ما هتكون ليه، وان في نفس الوقت الشخص اللي هي متجوزاه ما يستاهلهاش لانه قاسي وما يعرفش الرحمه ابدا، وكل اللي هي محتاجه ليه هو وتوماس ابنها وبس. ولما بتسمع اسم الولد الصغير عينيها بتلمع وبتبتسم بخبث، وجوناثان بيقول لها انه بيحبه وبيكون سعيد معاه اكتر من والده، فبتقول له لو كان عايزها تكون ليه لازم يجيب دليل يثبت انها بتحبه هو مش اخوه، وانه لو جاب الدليل ده وقتها هي هتقدر تساعده. ولما بيرجع البيت بيسمع لوسي بتتخانق مع ويليام بسببه، وبتقول له ان اخوه ولازم يعامله كويس، بس ويليام كان متضايق منه جدا لدرجة انه كان عاوز يطرده، وبيبقى شايف انه ملهوش دور في عيلتهم وما بيساعدهم، وبيقول لها انه بيبص لها بطريقة مش مريحة وواضح انه بيحبها، بس هي بتقول له ان ده مش حقيقي وانه بيتخيل، لكن ويليام بيكون واثق في شكه وبيقول لها انه زهق وبيمشي، فبيستخبى جوناثان علشان ما يشوفوش. ولما بيتاكد انه نزل بيروح للوسي وبيكون حزين عليها، وهي كمان زعلانه لانها تعيسه. وفي نفس اليوم بالليل بتكتب في مذكراتها انها مش مبسوطه لان ويليام جاف كل ما بتحاول تقرب منه بيبعد اكتر عنها، وبتقول وكانه بيبني حيطه ما بينهم ومش شايف الفراغ اللي هم عايشين فيه، لكن بتقول ان طريقه حبه الوحيده
الوحيدة ليهم بالنسبة له هو إنه يبقى شخص قوي وبس. بتقول كمان إن ده مش هو اللي كانت بتحلم بيه، وبتقول إن جوناثان عكسه تماما، دايما بيلعب مع توماس وبيتعامل معاهم بهدوء، لكنها ما بتقولش إنها بتحبه. بس جوناثان بيشوف الكلام ده وبيقطع الصفحة وبياخدها للساحرة، وبيكون شايف إن كده لوسي هي كمان بتحبه وبتكره ويليام أخوه. ولما الساحرة بتشوف اللي هي كاتباه بتقول له إنه لازم يعترف لها بحبه في وشها، ولما بيقول لها إنه ما بيقدرش يقول لها كده بتقول له إن ده شرطها الأساسي ولازم يعمله، وبتحرق الورقة وبتقول له يجيب لها السلسلة اللي هتبقى لابساها وهو بيعترف لها بحب. فبيرجع البيت وبيشوفها لابسة سلسلة جميلة، ولما بتسأله عن رأيه فيها بيقول لها إنها جميلة ولايقة عليها، وبيقعدوا يتكلموا عنها شوية. بس لما ويليام بينزل وبيشوفهم بيتعصب جدا، ولما لوسي بتحاول تهديه بيزعق لها، وبيقول لجوناثان إنه كان فاكر إنه هيبقى مميز علشان باباهم ما كانش بيضربه خالص ووالدته كمان كانت بتحبه أكتر منه، بس هو ما طلعش مميز ولا حاجة. وبيقول له يبطل يتعامل مع لوسي كأنها مراته هو. فبيقول له جوناثان إنهم كانوا بيتكلموا عادي مش أكتر، وإنه أخوه بيقول له إنه مش ممكن يخونوا أبدا. فبيحذر ويليام من عواقب أفعاله وبيمشي، وبيخرج جوناثان يلعب مع توماس في الجنينة وبيلاقي معاه حصان بيلعب بيه. فبيقول له إن حصانه فكره بقصة قديمة بتتكلم عن حصانين، واحد كبير وواحد صغير، وإن الكبير كان أقوى وأسرع ودايما بيغلب الصغير، لكن الصغير كان أذكى منه وذكائه كان بيخليه يكسبه. ولما حبوا نفس الشخص في النهاية الصغير هو اللي فاز بالحب ده. والحقيقة إنه كان بيحكي قصته هو وأخوه، وكان شايف هو اللي يستحق لوسي مش ويليام. وبياخد توماس وبيدخلوا للعشاء، وهم بياكلوا توماس ما بيكونش عاوز يكمل أكله، ولما لوسي بتقول له يخلصه بيقول إنه شبع. فبيقول له جوناثان إن الأكل طعمه جميل ولازم يخلصه، وبيهزر معاه علشان يكمل أكله. فبتضحك لوسي على تصرفاته، وفي اللحظة دي بيتعصب ويليام وبيتخانق مع لوسي وابنه. ولما نسان بيقول له يهدى وما يزعق لهمش بيقول له إنهم مراته وابنه وهو حر فيهم، وبيقول له إن مش من حقه يتدخل ولا يرد بدلهم وكأنهم ملكه. فبيقول له جوناثان إن اتدخل غصب عنه، فبيضربه ويليام في وشه وبيطرده من البيت، وبيعرفه إن من أول بكرة مش عايزه يبقى موجود في بيته، وبيسيب المكان وبيمشي. وبيطلع جوناثان أوضته وبيبقى غضبان جدا وبيمسك سكينة وبيفضل يسمع همس الساحرة طول الليل. تاني يوم لما لوسي بتشوفه ماشي بتسأله هو هيروح فين، فبيقول لها المشكلة ما بينه وما بين أخوه ومش لازم تتدخل فيها. فبتقول له لوسي إن ويليام فاهم غلط وفاكر إنها بتحبه أو إن في ما بينهم علاقة، وبتقول له إن ده طبعا مش حقيقي. فبيقول لها إنه عاوز يقول لها حاجة مهمة وهيرجع لما ويليام يخرج يجمع الحطب، وبيقول لها تقول لتوماس إنه هيرجع لهم. وبيخرج من البيت وبيفضل ماشي وسط الزرع يضحك بجنون. تفضل أصوات الهمس تقول له يقتل أخوه علشان ياخد مكانه، وبتظهر له الساحرة مرة تانية وبتفضل تقول له إنه لازم يعترف بحبه للوسي. فبيرجع البيت وبيطلب منها تخرج معاه، وبيوعدها إنهم هيرجعوا قبل ما حد يلاحظ غيابها. فبتوافق وبتروح معاه الغابة، وبتحاول تعرف هو ماله وتصالحه على أخوه، بس هو بيحاول يقرب منها وبيقول لها إنه بيحبها. فبتضربه بالقلم وبتبعده عنها، بس هو بيفضل يقول لها إن هو اللي يستاهلها مش ويليام الظالم. وبيقول لها إنه بيحب توماس زي ابنه، وإنهم هيهربوا مع بعض لو هي وقت. بس هي بتتصدم من أفكاره وبتقول له إنها مش عايزاه في بيتها ولا قريب من ابنها تاني. فبيخاف إنها تعرف ويليام وبيعتذر لها عن اللي حصل وبيطلب منها ما تعرفوش حاجة. ترفض تخبي ده على جوزها وبتمشي، بس هو بيمسكها غصب عنها وبيفضل يخنق فيها، وبيقول لها إنهم هيكونوا مع بعض بالطريقة، وبيقتلها وبعدها بيسحب جثتها وبيخبيها في الغاب، وبياخد سلسلتها وبيروح للساحرة وبيقول لها تجمعهم مع بعض زي ما وعدته. فبتاخد السلسلة وبتقول له إنهم علشان يكونوا مع بعض لازم يجيب لها قلب أكتر شخص بيتبهى، وبتكون طبعا تقصد ابنها. فبيرجع البيت وبيلاقي ويليام سكران ونايم، ولما توماس بيشوفه بياخده لأوضته وبيقول له إنه هيحكي له قصة، وبعدين بيخنقه وبياخده وبيطلع من البيت وبيطلع قلبه من مكانه علشان ياخده للسما. وفي طريقه ليها بيقابلوا مجموعة من قطاع الطرق وبيكونوا عايزين ياخدوا المسدس والسكينة اللي معاه، وبيقرب واحد منهم علشان ياخد الشنطة اللي معاه، بس هو بيطعنه وبيطلع المسدس وبيضرب بسرعة. فبيستخبوا وبيفضلوا يضربوا رصاص على بعض لحد ما بيخلص عليهم، وبيكمل طريقه للساحرة وبيديها القلب زي ما طلبت. فأول ما تعرف قلب طفل بريء بتاكله بنهم وكأنها مستنياه من سن. وهنا سام بيشوف حقيقتها وبتجبره ياكل معاها علشان يرجعوا عيلة واحدة زي ما هو عايز، وبتفضل تقول في تعويذ بتخلي جثة لوسي تقوم من مكانها، بس ما يعرفش ان ده مش حب، دي لعنة عليه. فأول ما بيشوف جثة لوسي قدامه بيفقد وعي وبيفوق بنفسه في الغاب. فبيرجع البيت وبيلاقي اخوه سكران من تاني، ولما بيصحى بيقول له ان لوسي وابنه سابوا البيت وهربوا من اسبوع، وانه كان فاكر انهم هيرجعوا، بس واضح ان في شخص من المدينة ساعدهم وانهم خلاص مش عايزينه تاني. وبيكون ندمان جدا وبيقول لاخوه انه كان فاكر ان القسوة هتخليهم اقوى بس طلع غلط، وبيعتذر لاخوه انه كان قاسي عليه هو كمان، وبيشكره لانه ما هربش وسابه لوحده، وبيحضنه لاول مرة. فبيتأثر جوناثان
جوناثان وبيندم للحظة، بس بيشوف لوسي وتوماس قدام الشباك فبيخاف وبيبعد عنه، وبيفضل طول الليل سامع صوتهم بينادي عليه وبيبقى مرعوب جدا. وتاني يوم بيلاقي اخوه مسافر بعد ما يئس من ان مراته ترجع، وبيقول انه مش قادر يعيش في البيت ده من غيرهم لان كل ما كان بيفكروا بيهم وبيمشي. وبيفضل جوناثان في البيت لوحده وبيكون حاسس بفراغ كبير وندمان، وبيفضل يفتكر كل حاجة لوسي كانت بتعملها قدامه. فجأة بيشوف لعبة توماس بتتحرك قدامه فبيخاف اكتر، وبالليل بيقعد ياكل لوحده. ولما بيطلع علشان ينام لوسي بتفضل تخبط على الباب وبتترجى يدخلها، وبيبقى خايف جدا منها وبيفضل يقول لها تمشي، لكن هي بتفضل تخبط على الباب لحد ما بتدخل وبتفضل تنادي عليه. فبيدخل اوضته وبيمسك السكينة وبيفضل يترجاها تبطل تعذيب فيه لحد ما بينام. وتاني يوم بيصحى علشان يقطع الحطب وبيشوفها بتبص عليه من الشباك فبيخاف وبيفضل يشرب لحد ما بيشوف توماس هو كمان بيجري على السلم، وبيكون فاكر انه بيتخيل لحد ما بيلاقي الحصان الخشب بتاعه على السلم. ولما بيقعد ياكل بالليل بيلاقي الاكل اتحول لقلب توماس اللي اكل منه فبيبعد عنه. ولوسي بتقول له انه خلاص ما بقاش وحيد زي ما كان، فبيقول لها انه ما كانش يقصد يعذبها وبيسالها عن اللي هي عايزاه علشان ترتاح في قبرها. فبتقول له ينقذ نفسه هو الاول، وبتفضل تضحك لحد ما بتختفي. كل شويه بتفضل تهمس له علشان ينتحر ويقتل نفسه ويرتاح. كل لما بيقعد في البيت حالته بتسوء اكتر لدرجه انه بيتخيل ان اخوه رجع، وبيفضل يقول له انه بيكرهه وبيقتله بوحشيه. وبيفوق بيلاقي نفسه بيضرب في شجره. ولما بيرجع البيت لوسي بتفضل تنادي عليه وبتقول له انها تستناه تاني يوم الصبح عند التله علشان يكونوا عيله زي ما كان هو عايز. وتاني يوم بتكون الساحره مستنياه في نفس المكان وبتقول له يريح نفسه من العذاب اللي هو فيه بعد ما سيطرت عليه تماما. فبيطلع المسدس وبينتحر. لكن بعد سنه كامله ويليام بيرجع البيت على اساس انه هيلاقي اخوه، بس فاجئ بجثه ابنه ومراته في وشه. وقبل ما يستوعب الصدمه جوناثان بيجي من وراه وبيخلص عليه. وبينتهي الفيلم بمعاناتهم كلهم بسبب ضعف جوناثان اللي كان فاكر انه مظلوم وضحيه، لكن الحقيقه انه كان طماع واناني ودمر عيله كامله بسبب انانيته دي. ولحد هنا بيبقى خلص فيلمنا النهارده، وتعلم منه ان السحر عمره ما كان طريق للخير، دايما طريق لكل الشرور. لو عجبك الفيلم ما تنساش تصلي على النبي، ولو اول مره تشوفنا تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصاتنا.